السلام عليكم، صلوا على النبي محمد. إلى قناة ترند الخليج، وهذه الأخبار المتداولة على أن زعيم ميليشيات الحوثي عبد المالك الحوثي تم اغتياله في اليمن، وهذا سبب اختفائه. لحد الآن كل الأخبار المنتشرة عبارة عن إشاعات. لحد الآن لا يوجد مصدر رسمي سواء سعودي أو إيراني أو كذلك من الولايات المتحدة الأمريكية ليثبت هذا الكلام، فكل الأحاديث هي عبارة عن إشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من داخل اليمن، سواء من داخل إيران، سواء من داخل السعودية، لتبني هذه الفكرة، بعدما حذر كذلك المحلل الذي هو دائما ضيف في قناة العربية أنه الدور آتي على عبد المالك. هنا بدأت الحديث على أن هناك خطة لاغتياله. نعم، رأينا قصفا شديد في صنعاء في الأيام الماضية، لكن من المرجح حسب مصادر إيرانية أن عبد المالك الحوثي وكذلك قيادات بارزة من الحزب توجهوا آه، إلى مدينة أخرى، إلى صعدة تحديدا، وللاختباء فيها، لأنها فيها مناطق جد جد مؤمنة، سواء داخل الكهوف التي توصف بأنها من أعمق الكهوف على مستوى العالم، وهي طبيعية 100%، أي فيها أكسجين وفيها أشياء، لكن طريقة الحفر تكون طبيعية، وهذا ما يفسر عدم اختراقه لحد الآن. نعلم جيدا أن الكهوف ليست لديها فيها يعني أجهزة اتصال، أو حتى لو تستعمل أجهزة اتصال فصعب جدا أن تقصف تلك الأماكن بطريقة ما، وهذا ما وجده صعب سواء لعملية الاغتيال. ممكن تحدث عملية الاغتيال من أحد يعني حراسه ويكون جاسوس ربما، أو أن الاغتيال يكون مثل ما حدث لحسن يعني وتم اغتيال منطقته، فهذا صعب جدا جدا في اليمن حسب الدارين بظروف اليمن، فهو عملية معقدة ومعقدة جدا. أما الحسيني دائما يطل على قناة العربية لينشر أو يقول أشياء مخابراتية، يعني سواء من الكيان وعدة دول أخرى، ليحذر المواطن العربي ويحضر يعني طبقة ما لعمل ما، وهذا شيء أصبح يعني مفضوح جدا. هو وكذلك ليلى عبد اللطيف دائما تقوم بحركات مثل هذه الحركات. التغطية ما زالت مستمرة مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى